ما جاش في بالك يوم وانت قاعد بتقلب في اليوتيوب كده وفاتح فيديو وعمال تقلب من فيديو لفيديو؟ هو ازاي اليوتيوب بيستوعب كمية الفيديوهات اللي بتترفع عليه؟ وازاي انت اساسا ما بيترفع عليه فيديوهات كتير كده اليوتيوب ولا بيهنج ولا بيحصل له لاج؟ بص، دي قناة بالعقل وبإذن الله هنجاوب على كل الأسئلة اللي بتقع قدامك وهنجاوب على السؤال ده النهاردة. اليوتيوب من أشهر المواقع في العالم، وبحيث إنه مترتب التاني في الشهرة، وده بعد شركة جوجل اللي هي مالكة اليوتيوب أساسا. عدد مستخدمين اللي بيفتحوا يوتيوب كل يوم بتتخطى حاجز 120 مليون مستخدم وأكتر كمان. وكل دقيقة بيترفع عليه أكتر من 3000 فيديو، يعني في الساعة الواحدة أكتر من 100 ألف فيديو. انت واخد بالك من الرقم؟ شوف انت بقى مساحة الفيديوهات دي كلها بتبقى قد ايه. مش مهم برضه. بص يا عم، لما بتيجي ترفع فيديو على اليوتيوب بيعمل حاجة للفيديو اسمها عملية إعادة الترميز، اللي هي ترانس كودينج. بيقعد يعدل في الفيديو كده ويقعد بقى يظبط بقى الريزولوشن بتاعة الفيديو، ويظبط هنا حبة يظبط هنا حبة، مثلا يحوله من ام بي 4 لصيغة تانية. مثلا في الفيديوهات انا عارف الام بي 4 بس يعني بيقعد يصغر فيها كده بحيث ان الدقة تبقى هي مثلا انت رافعه 1080 يفضل 1080، ولكن ايه بقى، بيقعد يقلل من مساحته كده عشان ايه، يقدر يستوعب. تاني حاجة، اليوتيوب بيعمل للفيديو وهو شغال حاجة اسمها عملية البت التكيفي. يعني ايه بت تكيفي؟ ما جاش في يوم كده وانت قاعد مثلا بتتفتح الفيديو ورافع مثلا الفيديو ل 1080، او بتتفرج على ماتش كورة 4K؟ ده ما بيحصلش عندنا في مصر طبعا، يعني ده الراوتر يرضى. بيروح بقى هو مقلل الدقة على طول، على حسب سرعة النت عندك. يعني مثلا ايه، ما زي ما بقولك انت رافع الدقة ال 4K بتلاقيها قلت 1080، قلت 480، قلت 360. بيقعد يقلل كده على حسب سرعة النت، بحيث بس ان مثلا ما تبقاش انت قاعد وسايب على 4K ويقعد بقى يجيب لك دقيقة ويقطع نص ساعة. دي تاني حاجة. تالت حاجة بقى، اليوتيوب عنده قاعدة بيانات كبيرة جدا، مش واحدة بس، لا دي قواعد بيانات في كل أنحاء العالم. وقاعدة البيانات الواحدة من دول فيها هاردات كتيرة جدا بيربطهم أكتر من كمبيوتر، وكل كمبيوتر وهارداته بيبقى محطوطين في حتة كده بتسمى بالراك. وإجمالي سعة التخزين اللي في قاعدة البيانات الواحدة دي، في ناس هي مش متأكدين قوي، ولكن في ناس صرحت اللي هي بتوصل ل15 إكسا بايت. والاكس بايت دي بقى، أنا لو قعدنا نعد انا وانت فيها من بكره، بتعادل مليون تيرا بايت. يعني بص، بحسبة بسيطة كده صغيرة كده بتتخطى حاجز ال15 مليار جيجا. انت شايف الرقم ده كبير جدا، رقم يعني انت لو معاك المساحة دي كلها وقعدت طول عمرك تحط فيها وما تمسحش، مش هتعرف تملاها. بس بقى تأكيدا هيجي يوم ومساحة او المساحة دي كلها تخلص. بس كده نكون جينا لنهاية الحلقة. ما تنساش بقى تعمل ضغط زر اللايك، اشترك في القناة وانت مش مشترك، ولو عندك اي سؤال مش عارف له اي اجابة تنزل تقول لنا في التعليقات. وبس كده، مع السلامة.